سؤال تاني مهم جدا في الدرس الأول من خواص التناسب. لو جه قال لك A و B و C ودي كميات متناسبة، اثبت أن 5A ناقص 2C على 5B ناقص 2D يساوي 4A زائد 3C على 4B زائد 3D. طيب السؤال ده أهميته بتيجي في إيه؟ في إن أنت لازم تكون فاهم أنت هتعمل إيه. أول حاجة هنا هاجي أقول له أول ما نشوف A و B و C ودي كميات متناسبة، أول ما تشوف دي بعينك كده قول له خلاص A على B يساوي C على D يساوي K. طيب على طول كده هتقول له ال A بتساوي المقام بتاعها في ال K، يعني ال A بتساوي BK، ال C بتساوي DK. نيجي بقى بعد كده هنا هنيجي هتلاحظ ان انت عندك هنا طرفين، طرف ايسر وطرف ايمن. هتيجي تقول له الاول كده الطرف الايسر هنا الاول ده، هتيجي تقول له كده الطرف الايسر هنشتغل عليه الاول. طيب الطرف الايسر هنا بيساوي ايه هنا؟ 5A ناقص 2C، وهنا 5B ناقص 2D بيساوي، تعال نكمل ونشوف. 5A ما هكتبش بقى 5A، هكتب 5 وبدل ال A هكتب ال BK، يبقى 5BK ناقص 2C، ما اكتبش بقى 2C، هكتب 2 وهكتب مكانها DK. طيب بعد كده تحت هنكتب 5، بس هتبص انت تلاقي عندك هنا البي ملهاش قيمة، يعني انا ما عنديش هنا في المسألة بي تساوي كذا، خلاص تنزل زي ما هي 5B. نفس الكلام الدي هنا ملهاش قيمة معينة، خلاص تنزل 2D زي ما هي كده. طيب الخطوة اللي بعد كده يساوي، هتبص هنا لو تفتكر في أولى إعدادي خدت حاجة اسمها العامل المشترك الأعلى. طيب مين الحرف المشترك هنا وهنا؟ لو بصيت كده ده الكي موجودة اهي والكي موجودة اهي، خلاص تعال نطلعها بره، كي هنطلعها بره كده اهي. طيب بعد ما نطلع الكي بره هيبقى عندك ايه بقى؟ هيبقى عندك 5D ناقص 5B ناقص 2D، هنا نفس الكلام 5B ناقص 2D. ايه ده بقى؟ هتبص هنا ايه ده القوس اللي فوق ده كله زي ده اللي تحت، يروحوا مع بعض كده يبقى عندك كي، يبقى بيساوي كي اهي، ونكتب هنا كده 1 عشان نفتكرها بسهولة. طيب كده احنا جبنا الطرف الايسر، نجيب بقى هنا بقى كده اهي على طول الطرف